في صيف 2017 وخلال مباريات التحضير للموسم الجديد 2017 إلى 18 كان العالم كيتفرج في ماتش وديع عادي بين مانشستر سيتي وريال مدريد، ولكن اللي وقع فداك الماتش ما كانش عادي نهائيا. فوسط النجوم الكبار دخل واحد الضري عنده غير 17 عام بلا خوف وبثقة كبيرة، وخلى الجميع يتفاجأ. هاد الضري هو إبراهيم دياز. فداك الوقت إبراهيم كان مازال لاعب شاب طالع من أكاديمية مانشستر سيتي، موهبة واعدة ولكن ما معروفش بالزاف عند الجمهور الكبير. الفرصة جاته في ماتش ضد ريال مدريد، فريق فيه أسماء عالمية بحال راموس، مودريتش ومارسيلو. الضغط كان كبير، ولكن بالنسبة ليه كان غير فرصة باش يبين راسه. دخل في الشوط الثاني والماتش كان تقريبا متحكم فيه من طرف مانشستر سيتي، ولكن من أول لمسة دياله للكرة بان باللي هاد اللاعب مختلف. ما كانش كيتخبى، بالعكس كان كيطلب الكرة وكيبغي يكون حاضر في كل هجمة. تحركاته كانوا خفاف، التحكم دياله في الكرة كان مزيان بزاف، وكان كيلعب بثقة كبيرة بحال إلى عنده سنوات ديال التجربة. قدام لاعبين كبار من ريال مدريد ما بانش عليه التردد، وهذا الشيء هو اللي خلى الناس كاملين ينتبهوا ليه. ماشي سهل إنك تكون لاعب صغير وتلعب ضد فريق عالمي، ومع ذلك تبان مرتاح في التيران. وجات اللحظة اللي غادي تبدل كل شيء. فالدقيقة 81 توصل بالكرة قريب لمنطقة الجزاء. في عالم كرة القدم كاين لاعبين كيدوزوا وكاين لاعبين كيبقاو. براهيم دياز ماشي غير لاعب موهوب، ولكن قصة ديال صبر وثقة ورجوع قوي. من أول لمسة ليه في الكرة كتبان المهارة، كتبان الخفة، وكتبان الجرأة اللي ما كتتشراش. لاعب قصير في الحجم ولكن كبير في التأثير. فكل مرة كتوصل ليه الكرة كيبان بحال اللي عنده خطة خاصة، دورة واحدة، حركة صغيرة، ويدوز من أي مدافع. فالتيران ما كيلعبش غير باش يمرر، كيلعب باش يبدل مجرى المباراة. وهذا الشيء هو اللي خلاه يلقى بلاصته مع ريال مدريد. ففريق عامر بالنجوم ماشي سهل تفرض راسك، ولكن إبراهيم اختار الطريق الصعيب وخلى رجليه يهضروا عليه. مراوغات سريعة، تمريرات دقيقة، وتسديدات كتيجي في بلايص ما كيتوقعها حتى واحد. كل لقطة كتحكي جزء من القصة دياله، من لاعب شاب كيقلب على الفرصة إلى لاعب كيعرف القيمة دياله. واللي كيميزه أكتر هو الهدوء دياله، ما كيتسرعش، ما كيتقلقش، وكيلعب بعقله قبل رجليه. وهذه الثقة هي اللي كتخلق الفرق. فاش كتشوفه كيلعب كتحس بالمتعة. كرة حديثة بلمسة ديال الفن. براهيم دياز لاعب ما كيتبعش الإيقاع، هو اللي كيصنعه. وفي كل مرة كيدخل للتيرين كيعطي إحساس واحد، راه مازال ما وصلش لأقصى مستوى دياله. والأجمل إن القصة مازال في البداية.